اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي أنا مستنيها بقالي سنين كتير أوي، وقعدت أفكر فيها كتير أوي، يا ترى هاكون فين ساعتها؟ يا ترى مين الناس اللي هتكون حواليا في الوقت ده؟ ويا ترى هاحتفل بيها في أنهي مكان؟ بس للأسف يا صديقي مش دايما الظروف بتمشي زي ما احنا عايزينها، احنا دلوقتي يوم 1 فبراير الساعة 11 بالليل، وأنا ولا رحت ولا جيت ولا احتفلت في أي مكان، أنا قاعد في الأوضة بتاعتي في الاستوديو بتاعي، وكل الناس اللي كنت حابب أحتفل معاهم بعيد عني طبعا في بلاد تانية او نايمين. وحتى اللي كان متطوع ان هو يسهر ويقعد معايا ويشوف الاحتفال ده انا طلبت منه ان هو ينام وما يجيش على نفسه عشان خاطري، وصممت في الموضوع ده عشان مش عارف يا ترى هي هيتم الساعه كام بالظبط، لان انا عمال دلوقتي بتابع قدامكم على اللابتوب ومستني اللحظه اللي استناها من زمان، لحظه وصلنا 100,000 اخ واخت، 100,000 متابع. خلاص فاضل 10، يعني انا بكلمك دلوقتي وانا مش عامل سكريبت ولا اي حاجه، فاضل 9. اللحظه دي يا جماعه ما كنتش مش عارف هتيجي امتى، ما كنتش مصدق ان هي ممكن تيجي اصلا. لما عملت القناه في 2014 لما عملت القناه في 2014 كان نفسي اوصل لها تاني يوم، بس ادينا استنينا 2014 2015 و16 و17 و18 و19 و20 21 22 23. من 2014 ل 2023 انا مستني اللحظه دي، ومستني حلم ده، ومستني الوقت اللي هشوف فيه هنا في 100,000 أخ وأخت، في هنا 100,000 متابع يا صديقي، في هنا عدد ناس كتير بتثق فيا وتثق في رأيي. أنا دلوقتي على بعد 5 خطوات، 5 متابعين يا صديقي يفرقوا بيني وبين حلمي اللي استنيته من سنين كتير قوي. ما كانتش سهلة ولا كان الموضوع بسيط، اجتهدت كتير، عملت فيديوهات كتير، شاركتكم بكل حاجة أعرفها وكل معلومة عندي، علشان النهاردة خلاص لسه 3، لسه 3 متابعين يا صديقي، واحتفل معاكم بلحظة استنيتها من زمان قوي. فاضل 2، فاضل 2 وانا في اوضتي لوحدي، بس ده ما قللش خالص من فرحتي. كنت بصور الفيديو بقول يا ترى ممكن في لحظة زي دي اتأثر، يا ترى قلبي هيدق بسرعة كده زي ما هو بيدق دلوقتي ولا لا. بس فاضل 1 متابع، 1 واكمل 100,000 متابع. انا مبسوط، هو ده الحاجه اللي انا مستنيها، هو دي الحاجه اللي انا بقدم فيديوهات عشانها، الشعور الحلو والكلمه الحلوه منكم. لو انت فضلت حياتك كلها خايف ان انت تاخد قرار فالف مبروك، انت مش هتتحرك من مكانك اصلا. ان انا خلال شهر واحد وصلت اكتر من 1860 متابع واكتر من 10,000 مشاهده، فحقيقي انتوا بقيتوا بالنسبه لي زي عيله وزي اهل. شكرا ان انتم بتدعموني بعيدا عن كل الهزار اللي انا بقوله ده، بس انا مبسوط. مية ألف متابع، 100,000 متابع. الحمد لله، الحمد لله على اللحظة دي، لحظة استنيتها بقالي كتير. حتى انا دلوقتي مش عارف اقول لك ايه، وكلام متلخبط ومتوتر، وصوابعي باردة من القلق والتوتر، بس يعني 9 سنين، 9 سنين شغل وتعب، تصوير فيديوهات، حاجات كتير استنيتها علشان اشوف الست صفار جنب الواحد. ودلوقتي انا يعني انا فاتح اللاب بتاعي وهم 105,000 ولسه بيزيدوا. بصراحة بشكر ناس كتير، بشكر ناس كتير قوي على اللحظة دي. بشكر اهلي اللي وثقوا فيا، بشكر والدي اللي في اول الموضوع كانش عارف انا بعمل ايه وايه اللي انت بتعمله ده يا ابني، بس لما فهم وبدأ يدرك ان انا بعمل شيء مهم سندني ووقف جنبي ودعمني وبقى عارف احصائيات للقناة اكتر مني. بشكر امي واختي، اول 2 في الدنيا كلها كلها وقفوا جنبي في الموضوع ده وحسوا ان انا ممكن اعمل حاجة. وفي عيد ميلادي ادوني فلوس علشان
احاول اجيب حاجات للقناه وابدا المشروع اللي انا حطيته في دماغي. ما كنتش بدات ساعتها، كانوا بيشوفوني زمان وانا لسه قاعد على الكمبيوتر بحاول اعمل فيديوز كده هبله ملهاش اي معنى، وكانوا يشجعوني يقولوا حلو، ايه ده جميل، ده انت اكيد هتوصل. جات لي لحظات كتير من الشك والتوتر، هل انا اقدر اوصل ولا لا. سبت اليوتيوب في 2016 وبعد كده رجعت له، وكملت في 2019 وبعد كده سبته، وبعد كده رجعت 2021، وبعد كده انقطعت شهر، وبعد كده كملت واستمريت لغاية النهاردة. اللحظة اللي أنا النهاردة بحتفل فيها يوم 1 فبراير ب100,000 متابع. مش 100,000 بس، ده أنا بكلمك وهم وصلوا 110. وانت لما تشوف الفيديو ده وقت ما هرفعه، شوف احنا هنبقى 100,000 وكام، يبقى اكتب لي تحت في التعليقات انت شفت الفيديو ده واحنا واصلين دلوقتي 100,000 وكام. الفيديو ده انا عملته اشارككم اللحظة دي واشارك الناس اللي بحبهم اللحظة دي. كان نفسي دلوقتي اكون متجمع معاكم في مكان بحبه، ومجمع كل الناس اللي بحبها وبنحتفل وبنهيص، وكان نفسي ازعق واعمل هيصه وكل حاجه، بس احنا دلوقتي بالليل ما اقدرش اعمل كل ده. بس الجايات كتير، واحنا النهارده وصلنا ل 100,000. انا لسه طمعان في اكتر من كده، مش بشطارتي ومش بمجهودي، على قد ما انا واثق في ربنا قبل اي شخص وقبل اي حد في الدنيا. واثق في ربنا وواثق في كرم ربنا عليا، ثم من بعد ربنا واثق في دعمكم ليا. انا الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بتقي الله دايما في المحتوى اللي بقدمه، وبحاول دايما المحتوى اللي انا اقدمه اشاركك فيه حاجه انا استخدمتها او حاجه عملتها فادتني في حياتك، يمكن تفرق معاك في حياتك. فلاني بحس دايما ان انا مش بغشك ومش بخدعك ومش بجري ورا الترند ولا بجري ورا الفلوس، ولا اي اعلان بيجي لي على القناه بوافق عليه ويلا تعالى نعمل اعلان عشان اخد فلوس. لاني بعمل كل الحاجات دي واثق ان انت عندك ثقه فيا. وشكرا للانسان اللي واقفه دلوقتي جنبي وسنداني، واقفه معايا دايما وبتدعمني، وبسمع منها الكلمه الحلوه اللي بتخليني اتشجع واكمل. شكرا ليكي وشكرا لدعمك، وربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا، ويخلي لي اهلك اللي هم اهلي. شكرا لكل واحد شير لي فيديو، شكرا لكل واحد عمل لي لايك، شكرا لكل واحد كتب لي تعليق حلو. شكرا ليك يا صديقي العزيز، شكرا ليك من قلبي ان انت ساعدتني ان انا في اللحظه دي النهارده اوصل للرقم ده. بصراحه بقى برضو علشان نتكلم بصراحه، انا في اللحظه دي كنت عايز اعمل جيف اواي، كنت عايز اعمل جيف اواي كبير كبير كبير. فانا حاليا ماديا مش واو قوي، لان عندي التزامات كتير. يعني عقبال عندكم، في عندي في الاسره حد بيتجوز، فاحنا دلوقتي فلوسنا كلها رايحه عليه، وفي حوارات تانية تبعي، ففي دلوقتي حوارات ماديه وكده. فانا ما قدرتش اعمل الجيف اواي الواو قوي، بس لسه هحاول اكلم شركات لو في حد عايز يكون الراعي للجيف اواي بتاعي. اكلم بقى شركات موبايلات او لابتوبات، هحاول اعمل حاجه واو كده. بس لو ما نفعش الموضوع، انا عايز منك يا صديقي تنزل تحت، وهي فكره جات لي دلوقتي وانا بصور، هي لسه جايه لي حالا. اكتب تحت في التعليقات انت عايز تاخد جيف اواي ايه. يعني واحد يجي يقول لي مثلا عايز يا طارق نقعد مع بعض ساعه مثلا، انت خلاص انت بتعرف الساعه دي اسالك الاسئله اللي انا عايزها واجي لك لغايه عندك ونتكلم. واحد عايزني مثلا ابعت له مبلغ معين، واحد عايزني اعمل. اكتب كل اللي انت عايزه تحت، عايز تاخده جيف اواي، وانا هشوف مقدرتي وهشوف استطاعتي، وهختار عدد عشوائي من الناس الموجوده اللي علقت دي وهتواصل معاكم. ولو جمعت عدد كويس ممكن اوثق ده في مكالمه تليفونيه، اكلمك واتصل بيك واسجل كل المكالمه دي بالفيديو وانا بعمل معاك المكالمه، ونسجل كلامنا والناس كلها تشوفك وانت بتاخد الجيف اواي بتاعك او انت بتاخد الجائزه بتاعتك عشان المصداقيه. ولو عايز تحافظ على خصوصيتك وما نقولش اسمك ولا نطلع صورتك ولا نقول اي حاجه عنك، انا مستعد اعمل ده. بس انا هقرا التعليقات كلها، والجيف اويز اللي احس ان انا اقدر انا اقدر اعمل دي، اقدر اعمل ده واسعده، اقدر اسوي ده، انا هعمله على طول. فالجيف اويز المره دي ملوش عدد معين، ملوش حاجه معينه. انت تحت في التعليقات كل اللي بتعمله اتمنى يا صديقي مني، قول لي يا ترى انا نفسي في كذا، وعلى قد ما اقدر هحقق للناس دي الحاجه اللي انا اقدر عليها. ممكن يبقى مثلا، مش معنى انا بقول لك بقى انا مش هقدر اجيب جيف اواي كبير، انا مش هوزع فلوس. ممكن واحد يطلب مني مبلغ تحت في التعليقات، المبلغ ده معايا هديهولك جيف اواي، مش خساره فيك يا صديقي. انت تاخد عنايه يا صديقي، ده خد البوس ده على الهوا يا صديقي. انا مبسوط، انا مبسوط لدرجه انا اصلا مش عارف انا بقول ايه دلوقتي من كتر ما انا مبسوط، وحاسس ان انا عملت الحاجه اللي كنت بتمناها من زمان. فشكرا ليكم وشكرا لدعمكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه المليون متابع. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.